تم إلقاء القبض اليوم على اللواء المجرم محمد كنجو حسن اللي كان المسؤول المباشر عن المحكمة الميدانية بسجن صيدنايا، وصار بقبضة إدارة العمليات العسكرية. الحساب بلش والحساب مستمر لكل المجرمين والشبيحة اللي ارتكبوا جرائم حرب بحق السوريين. الشعب السوري آلاف الجرائم، وكان مسؤول عن آلاف حالات الإعدام والسجن المؤبد. مين هو محمد حسن كنجو؟ حشرح لكم بشكل سريع ومختصر وكيف قدروا انه يلقوا القبض عليه. محمد حسن كنجو هو فعليا شخص درس حقوق بسوريا وبعدها التحق بالجيش، وتعالت الرتب بالنسبة له تدريجيا، وقبل ما يتم القبض عليه كان يشغل 3 مناصب اللي هي مدير إدارة القضاء العسكري، رئيس المحكمة الميدانية العسكرية، والنائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية. سمعانين بيوم من الأيام سجن صيدنايا كنجو بإيدنا ولله الحمد. طبعا أكيد بالنهاية برأيي أنا ما في مدير الموت. قصة القبض على محمد حسن كنجو بعد سنوات من الظلام. خبر القبض على اللواء السوري محمد حسن كنجو نزل زي الماء البارد على قلوب كل المظلومين في سوريا. الراجل ده كان معروف بإنه ما بيرحمش، والقضية عنده ما كانتش بتاخد أكتر من دقيقة أو دقيقتين، وبعدها بيحكم بالإعدام أو المؤبد على واحد أو مجموعة كاملة، وكأن الناس دي مجرد أرقام في دفتره. بجرة قلم منه كان بيضيع حياة مئات الأبرياء، والظلم كان عنوان حياته. والأسوأ من كده إنه كان بياخد رشاوي بمبالغ خرافية من أهالي المحبوسين، وكان بيوهمهم إنه هيخرج ولادهم، وكان عنده وسطاء مخصوصين للمهمة دي، وبكده قدر يكون ثروة ضخمة. حياته الشخصية كانت مليانة فساد، من كاس الخمر اللي ما كانش بيفارق إيده للبنات اللي كان بيجيبهم مزرعته. كان عايش حياة كلها فجور وظلم، لكن ربنا ما بينساش، وكل ده راح مع الريح، وهو دلوقتي من أذل خلق الله في سوريا. سبحان الله المعز المذل. مبروك لكل مظلوم في سوريا، الظالم عمره ما بيكمل.